السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعمل روتين للفراخ البيضة، وهنعمل لهم خلطة جبارة ومشروب جبار. بس تعالوا الأول نشوف ونطمن عليهم لأن أنا ما شفتهمش من امبارح. يلا تعالوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بصوا ما شاء الله واكلين وشاربين، والعلافات قدامهم مش بنشيل العلافات، ما بيسحبوش علف. بصوا العلافات ما بيسحبوش علف زي لما بتكون من غير البطاطا. بصوا الاول، بصوا النشاره اللي معانا دي، النشاره كلنا عارفينها، بالرش زي ما انتم شايفين. مش هنغير الفرشه يا جماعه، الجو ساقعه واليومين دول مش هنغير، لان هم ما شاء الله بيتذبح منهم، يعني مش عايزين دلوقتي نغير لهم، كلها كام يوم وهنذبحهم بامر الله بالرش كده عشان الجو. بصوا يا جماعه معانا ان شاء الله مشروب حلو قوي 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 في الوقت ده، لان امبارح كان الجو برد بطريقه. بصوا قربوا هنا، بصوا ده توم مفروم، وده ليمون خام مع سقايه كبيره كده. الليمون ده يا جماعه وقايه، لان بصوا هيعطسوا في الجو اللي احنا فيه ده. احنا النهارده 20 طوبه ولا 19 طوبه، وهنحط التوم كده كوقايه يا جماعه، كوقايه. هما ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، ما فيهمش حاجه. وهنعمل كده، هنزلهم يشربوا وهجيبهم لكم دلوقتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، هما مش عطشانين. وبصوا جم على الميه، لان انا كنت لسه يعني حاطه لهم بالليل، بس حاطه لهم نفس الخلطه دي، توم وليمون خام يا جماعه. بصوا يا جماعه دي بطاطا مبشوره حوالي كيلو ونص. بصوا انا النهارده اوريكم بس ان البطاطا دي يعني حاولي على قد ما تقدري ما تمنعهاش. الكيلو فيه بيقولوا لي ب 10 جنيه، مش وحش يا جماعه، احسن من العلف. تعالوا اوريكم اللي انا عندي. بصوا بجيب طبق كده وبرمي، كل ما يكون معاكي 10 جنيه 15 جنيه هاتي شويه وارمي كده طول ما انت عندك طيور. بصوا معانا البطاطا مبشوره زي ما انتم شايفين. هتجيبي كيس خميره زي ده، تمام، وهتحطيه. هتقولي لي اوعي يكون عندهم اسهال تحطيه. ومعانا هنا طول ما انت قاعده بتاكلي قشر برتقال، قشر استفندي، بتاكلي البرتقال تقشري كده وتقطعي زي ما انت شايفه. ده وقايه وبيخليهم ما شاء الله الاوزان بتبقى في الصاروخ. وشايفين البطاطس دي انا جايباها ب2.5، بتجيبيها كده وتفقصيها. بصوا تاخدي حبه عشان انا هخلي حبه للبطل. الصوره هنا. وده رز معمر كان عندي. بتاخدي اي حاجه وتحطها لهم، اي حاجه والله بيبقى الوزن بيبقى في السما. انتوا شايفين ما شاء الله الاوزان اللي معايا. على فكره ممكن نحط ده. بصوا يا جماعه، عفوا بقى ان انا بعمل بايدي، يعني هعملها كلها وهوريكم شكلها. بصوا وهنا سمسم. هتقولي سمسم؟ سمسم، السمسم ما شاء الله. ودي بقى الحاجه الجباره اللي انا قلت لكم استنوا هنزلها لكم، حبه البركه. حبه البركه يا جماعه، الخلطه دي والله 3 ايام وهتلاقي كل شويه الوزن بيبقى معاكي في حته تانيه، والوزن هيبقى يعني تحفه. ودي حاولي ما تقطع يعني على طول تبقى متواجده في البيت. اهي انا هشيلها قدامكم. بصوا العلافات اهي يا جماعه، هشيلها دلوقتي وهنزل لهم الاكل وهشوفوا هيعملوا ايه معاكم. بصوا ما شاء الله، انا هوريكم بقى الخلطه، هقرب لكم كده. بصوا الخلطه، بصوا بيتخانقوا عليها. انا بصوا بوريكم ايه، انا حطيتها في الارض علشان بيوقعوا بيدلقوها في النشاره. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. اول ما بيشوفوها الخلطه دي يعني بيهجموا عليها بطريقه بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه نصيحه، اليومين دول البطاطا موجوده، انتوا شايفيني ولا لا؟ عشان الشمس ورايا. البطاطا موجوده، هاتي شويه وابشريها وشيليها في الديب فريزر، في الفريزر،
اعمليها اكياس كده وشيليها في الفريزر، لان اليومين دول البطاطا موجوده، بعد كده مش هتبقى موجوده. بس البطاطس موجوده، البطاطس بديل، بس البطاطا اقوى. تعالوا اوريكم بقى انا حطيتها للايه، للبط. بس البط عندنا يعني ما شاء الله مسموم، يعني بصوا مش بيحب يهجم على الاكل الا وقت بمزاجه. بصوا ما شاء الله ده عنده شهر و10 ايام او شهر ونص. حطيت لهم برضو بطاطا على عيش على بطاطس على بقيه رز المعمر. وما شاء الله الموجود في بيتك، بصي الموجود في بيتك حطيه مع شويه العلف. العلافات اهي، انا مش مانعه العلافات، انا العلافات بيسحبوا. بصوا دي انا ملياها، بصوا مش بيسحبوا منها قوي ازاي، هيسحبوا وهيتحولوا زي ما انت شايفه ما شاء الله. انا بس المشكله مش بحب امسك حاجه فيها روح. بصوا ما شاء الله حجمهم، وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله على الذبح، يعني انت تذبحي منهم عادي. يعني النهارده 33 يوم، وبكره هجيب لك ان شاء الله. انا مش هكمل، مش هكمل بقيه الدوره بامر الله. انا هذبح يوم الجمعه او السبت في نفس الوقت، هوفر يعني شكاره العلف اللي عندي دي اللي وراكم دي. بصوا هتخلص، يعني ما فيهاش كتير. بصوا الشكاره دي هتخلص، الشكاره دي ان شاء الله هتخلص، وبعد كده مش هجيب علف تاني، وهمشي معاكم على البطاطا وهذبح. لان انا هنزل دوره يوم السبت بامر الله، بامر الله السبت الجاي او يوم الاثنين. يعني لسه اللي عايز يعني يجيب معايا ان شاء الله هاتي 10 كتاكيت 15 كتكوت، وابتدي ان انت تحطيهم في مكان عندك في البلكونه في اوضه في اي حاجه، وهنبتدي مع بعض بيهم وهوريكم هنعمل ايه. بصوا البطاطا مش هتكلفك اي حاجه، انت بتجيبي البطاطا دي بتاكليها انت وعيالك وما شاء الله بتشبع. هنجيب شويه بطاطا على شويه بطاطس، شويه بطاطا على شويه بطاطس، وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله هيحولوا معاكم. بصوا ما شاء الله مش هيقوموا لما يخلصوا الصواني دي، يعني بصوا مش هيقوموا خالص الا لما يخلصوا الاكل بتاعهم. بصوا بسم الله ما شاء الله قاعدين بياكلوها ازاي، مش هيقوموا. الساسو بصوا كبر معانا ما شاء الله زي حجمه. الساسو ده لسه ما قفلش 40 يوم، يعني بصوا بسم الله ما شاء الله، واوزان كويسه. كل ده يا جماعه من البطاطا. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا، وان شاء الله باذن الله هنعمل لكم بكره فيديو جديد، وهوريكم باذن الله هنعمل ايه مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش في اللايك يا جماعه وفي الاشتراك عشان القناه تتفعل باذن الله وتكبر بيكم بامر الله وتشوفوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.